في هذا التحليل المعمق لمباراة اليوم الكبيرة. أهلا بك. اليوم مهمتنا نشوف كيف الترجي الرياضي التونسي ممكن يواجه تشيلسي، وخصوصاً في ظل غياب يوسف البليلي المؤثر بسبب الإيقاف. صحيح، غياب البليلي بصراحة يمثل تحدي تكتيكي كبير. السؤال هنا مش بس مين يلعب مكانه، الأهم كيف الفريق ككل يعيد تشكيل خطته الهجومية. بالضبط. خلينا نبدأ من هنا. كيف ممكن نعوض القوة الهجومية للبليلي؟ هل هو مجرد لاعب بديل وخلاص؟ لا، الأمر أعمق من كذا. الفكرة الأساسية هي الحاجة للاعب سريع ويقدر يتحرك في المساحات الفاضية. التحليلات تركز على إنه لاعب زي رودريغو مكوانا ممكن يكون خيار ممتاز، تحديداً لقدرته على استغلال أي مساحات خلف دفاع تشيلسي، وهذه نقطة شفناها ممكنة في أدائهم الأخير. السرعة هي الحل؟ السرعة والحركة، لازم حلول ديناميكية، ممكن حتى الجبالي يدخل في الحسبة هذه لخلق قلق مستمر لدفاعهم. تمام. بس التركيز على السرعة في الهجوم هذا يضع عبء أكبر على خط الوسط، صح؟ خاصة ضد فريق زي تشيلسي، معركة الوسط أكيد حاسمة. بالتأكيد، السيطرة على منطقة المناورات هي مفتاح المباراة. الاتجاه العام هو ضرورة وجود تركيبة وسط، خلينا نقول قوية بدنياً وتكتيكياً. ممكن نشوف كوناتي، تاقا وأوغبيلي مع بعض. الهدف واضح، واللي هو؟ مش بس كسر لعب تشيلسي وقطع الكرات عن مهاجميهم، الأهم هو الاحتفاظ بالكرة أطول فترة ممكنة، نفرض إيقاعنا ونتجنب الصراعات البدنية اللي ممكن تشيلسي يستغلها بسرعات لاعبيه. مفهوم. طيب، أمنا الوسط نظرياً بالسيطرة والاستحواذ، ماذا عن الدفاع؟ كيف الترجي ممكن يوقف هجوم تشيلسي القوي، خاصة الأجنحة السريعة؟ الصلابة الدفاعية تبدأ من القلب، المنتظر الاعتماد على ثبات بن حميدة وياسين مرياح في المحور، لكن الأهم في رأيي هو الدور المزدوج للأظهرة. كيف مزدوج؟ مش بس يغطوا دفاعياً، قدرتهم على الانطلاق السريع بالكرة للأمام بعد استعادتها بتكون حيوية جداً. هذا يخفف الضغط ويسمح بهجمات مرتدة سريعة تستغل أي مساحات يتركها أجنحة تشيلسي المتقدمة. جميل. تحدثنا عن الخطوط الثلاثة، هجوم، وسط، دفاع. كيف تتكامل هذه كلها في تكتيك عام؟ هل نشوف الترجي يضغط عالي مثلا أو يتراجع؟ شوف، يبدو أنه الميل الأكبر هو لتطبيق ضغط منظم مدروس في مناطق وسط ملعب تشيلسي، مش ضغط عالي مستمر ممكن يكشف الدفاع. لا، ضغط يهدف لحرمان لاعبي تشيلسي من الوقت والمساحة للتمرير السهل. منع التمريرات الطويلة للمهاجمين السريعين؟ بالضبط. وتكتيكياً المرونة مهمة، ممكن نشوف تحول من 4-3-3 المعتادة إلى 4-2-3-1، هذا يزيد الكثافة في الوسط، أو حتى 4-4-2 لدعم الأطراف حسب سير المباراة. كل هذه الخطط بتواجه اختبار صعب بسبب الجو، حرارة توصل 39 درجة، هذا عامل كبير جداً. إدارة المجهود البدني هون بنفس أهمية التكتيك، مش بس تحمل، لا، إدارة ذكية للطاقة. كيف؟ لازم تقسيم المباراة لمراحل، الحفاظ على نسق لاعب ما يستنزف اللاعبين بدري، والأهم استغلال التبديلات الخمسة بذكاء، ندخل لاعبين فريش في الوقت المناسب للحفاظ على النشاط لآخر دقيقة. وبالنظر لتشيلسي نفسه، هل في نقاط ضعف واضحة كشفتها تحليلات مبارياتهم الأخيرة ممكن الترجي يستغلها؟ نعم، فيه كلام إن دفاع تشيلسي نوعاً ما كان صلب في آخر كم مباراة، ظهرت بعض الثغرات خاصة مع الهجمات المنظمة والعرضيات. هذا يفتح الباب للترجي إذن. فعلاً، يفتح الباب لتنويع الهجوم، التسديد من بعيد ممكن يكون حل، استغلال الأطراف بسرعات مكوانا أو البدلاء، وطبعاً الكرات الثابتة، هذه ممكن تكون سلاح حاسم في مباريات زي هذه، ضربات حرة، ركنيات، تحتاج تركيز ودقة. ممتاز. إذن لو نلخص مفاتيح المباراة للترجي في ظل غياب البليلي وكل هذه الظروف الصعبة، ما هي النقاط الأساسية؟ أولاً، تعويض البليلي بمنظومة هجومية سريعة ومتحركة، ومكوانا يبدو هو المحور هنا. ثانياً، سيطرة محكمة على الوسط لفرض الإيقاع وحرمان تشيلسي من الكرة. ثالثاً، تنظيم دفاعي قوي مع دور فعال للأظهرة في الهجوم. تمام. رابعاً، ضغط تكتيكي مدروس ومتوازن،
خامساً، إدارة ذكية للمجهود والتبديلات بسبب الحرارة. وأخيراً، استغلال أي فرصة، تنويع التسجيل والتركيز الشديد على الكرات الثابتة وأي هفوة دفاعية من تشيلسي. الخطة تبدو واضحة ومنطقية على الورق لمواجهة كل التحديات هذه، لكن يبقى الأداء في الملعب هو الحكم. بالضبط، وهذا هو السؤال الأهم اللي نتركه للمستمع يفكر فيه. مع الكلام عن معاناة دفاع تشيلسي النسبية مؤخراً، كيف بالضبط الترجي سيترجم هذه الملاحظات لتكتيكات ملموسة اليوم في الملعب؟ ما هي التفاصيل الصغيرة، التحركات المحددة، اللحظات الفردية اللي ممكن تستغل هذه الثغرات لتحويل المباراة؟ هذا هو التحدي الحقيقي.